سلام، مساء الخير، مساء الحب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير حبوباتي. اليوم جيتكم فيديو جديده. لا فيديو تاع اليوم راح نشارك فيها معكم روتين تحفيزي، روتين متنوع. ان شاء الله يعجبكم هذا لا فيديو، واذا كان عجبكم ما تنساوش كيما العاده حبوباتي تخليوا لي جيم وتشتركوا في القناه اذا كنتم مش مشتركين. وثاني مرحبا بكم في حسابي على الانستغرام اللي اسمه شناز لايف ستايل. حبوباتي نبداو لا فيديو تاع اليوم، وبديت معاكم بهاد التنسيقات. شحال من خطره تبعتولي تقولي لي شناز كيفاش راكي تنسقي. اذا راكم مهتمين بهذا النوع تاع الفيديوهات ما كاين حتى مشكل، كاباب ندير لكم فيديو سبيسيال على التنسيق، يعني كيفاش ننسق بين الحجابات والازدالات. دونك حبيباتي هنا بديت لكم بهذه لافاست اللي كنت كومونديتها من عند رانيا كوليكسيون، اللي حنخليكم لاباج ديالها هنا. على بركة الله منها راهو حجاب نوريه لكم كتنسيق، ومنها حبيت نقول لكم راني انطلقت في مشروع جديد واللي هو مشروع الحجابات والإسدالات. مرحبا بكم حبيباتي حبوباتي اللي حابين يشوفوا خدمتي وحابين يشوفوا صفحتي، نخليها لكم هنا. مشروع لطالما حلمت به والحمد لله وفقني ربي وانطلقت فيه. شحال وانا حابه هذا المشروع، كنت ديجا انطلقت فيه العام اللي فات، بصح ما قدرتش نكمل، حبست لي ظروف. ومن بعد هذه المره درست القضيه مليح وعاودت درت الانطلاقه. هنا كما راكم تشوفوا بزاف منكم تقولوا لي شناز بارطاجي معنا التنسيقات. هنا شوفوا راني دبدوبه بطبوطه. هذا هو التنسيق تاع اليوم، حجاب باج مع إزدال في الفان، وزدت معاهم هذيك لافاست. دوكا حبوباتي حبيت نبارطاجي معاكم بعض المشتريات من الكوسميتيك اللي كنت شريتهم مؤخرا وماشي على مره واحده. نبدا لكم بمنتجات ارفيا، وهاد المنتجات كامل كنت خديتهم من عند لاباج افيا بينور. هاي لكم لاباج ديالها ونزيد نطاقيها لكم في الانستغرام. نبداو ديت من عندها انتي سولاي، وديت من عندها تاني معطر للجسم، هذا الريحه تاعو تهبل. وديت هدايا مرطب وحليب للجسم. شوفوا لي بخي اللي راح نشفى عليهم راح نقولهم لكم، اللي ماني شافي عليهم اسمحوا لي. المهم البارطاج. وبديت اكثر حاجه اللي كنت ديتها المره اللي فاتت ونموت عليها، واللي هو هدايا بديل الزيت. كنت نشريه ب120، ومن بعد دوكا تنظن زادوا شويه اسعار، كاين منتجات زادوا لها اسعار. مع هاد الشامبو تاني هايل بزاف بزاف، شامبو جو بونس يدير 85,000. وتاني خديت هدايا جال نيطويون تاع البشره، وديت معجون الاسنان، وديت هدايا جل ايلوفيرا، هدايا يتحط في الليل، ماسك شغل ماسك. وديت تاني هدايا كريم ليلي ضد التجاعيد. شوفوا البنات لا غير نسيت على بخي تاع تقريبا كامل المنتجات كنت شافي عليهم ومن بعد نسيت عليهم باسكو هاد لا فيديو عندي شحال ملي صورتها. وديت هذه الزبده الملكيه اللي هايله بزاف بزاف. كاين هنا منتجات اول مره نديهم، وكاين منتجات عاود ديتهم بحكم انه عجبوني. وديت تاني هاد الستيك اللي سعره نظن 95 ولا 100,000، وهذاك الماسك الفاغ اللي قلت لكم تاع الايلوفيرا نورمالمون يدير 85,000. دوكا نزيد نوريكم بعض المشتريات اللي كنت شريتها تاني من كوسميتيك. كنت شريت هذا الجل نيطوايو عفوا مع السيروم ديالو تاع نايل، شفتهم شفت بزاف شكروهم قلت نجربهم ولي مالا. كنت شريتهم مع بعضهم 55,000. البخي تاعهم غيزوناب، يعني مقارنة انا دوكاتي عندي واحد 10 ايام وانا نغسل بيهم لحد الساعة راهم عاجبيني صراحة. وشيت هنا هدايا سيروم للشعر تاع سواليس، هذا شيتو جوبونس 45. شوفوا هاد المشتريات تاع الكوسميتيك غير كيما شيتهم، سي بور صح راني شافيه على لي بري تاع ارفيا. والله نسيت عندهم شحال، سينو تقدروا تدخلوا لاباج تشوفوا تكتبوا ارفيا ولا راح يخرج لكم الكتالوج ديالهم وتشوفوا لي بخي. وثاني شيت هنايا هادوما لي لانجات تاع فينوس، كنت ديجا شيت من قبل عجبوني قلت نزيد نجرب هادوما واتر بروف. كنت شاريه العاديين، وشيت هاد الماسكارا تاع روبي روز 55,000 ما عجبتنيش كامل. نفضل هذه الفاغ دير غير ب20 25 خير عليها، وهذيك زعما شفت بزاف شكروها ما عجبتنيش كامل. شريت الماجيك 3 ب10,000، وشريت ساعه. هادو هما المشتريات اللي شريتهم مؤخرا. دوكا نغيروا الجو ونروحوا للشغل والروتين اليومي اللي ما يخلاش. كيما راكم تشوفوا راني نغسل في الحوايج، وحبيت نسقسيكم يا البنات. هنا كنت غسلتهم في ماشينه لافي، ومن بعد حطيتهم يورموا في الجافيل مع شويه غسول الملابس. وانا كيفاش كنت ندير، كنت حتى نورمهم في الجافيل ومن بعد مباشره نشللهم
ونحطهم في الماشينه يتغسلوا غسله. كي حطيت في الانستا قالوا لي لا اغسليهم قبل في الماشينه ومن بعد حطيهم في الجافيل هكذا باش ما تخسرلكش الماشينه. صافي اذا حطيتيهم في الجافيل ما تعاوديش ترجعيهم الماشينه لافي، وقولوا لي نتوما تاني الطريقه الصحيحه. المهم حبوباتي هنا كما راكم تشوفوا بعد ما كملت خدمت الشغل تاع الدار وكملت رايحه ندوش. هنا شوفوا لي برودوي تاعي كانوا خلاصوا لي سي بور سا كنت نشري داخله ليها نشري وغير بشويه ماشي كما نقولوا على ضربه واحده شيت كلش. وانا كما راكم تشوفوا منتجاتي هذوما اللي كانوا خلاصوا لي برعايه فينوس. المهم وريت لكم المنتجات اللي استعملت، شامبو والجال وهدايا المقشر اللي بزاف هايل. هذا كانوا مدوهولي يعني جابوهولي. جابوا لي هذه الزرقاء ووحده غوش كيف نفس لا مارك كلش مقشر بزاف مليح وهايل وريحته تاني بزاف شابه. هنا بعد ما كملت الدوش وجدت بيجامه الله عطرتها. البنات كي تحبوا تعطروا ما تعطروش اللحم ديالكم، دائما عطروا الملابس هما اللي تعطروهم. المهم هنا استعملت هذا المعطر تاع ارفيا، استعملت الستيك كيف تاع ارفيا، واستعملت حليب ومرطب للجسم من ماركه ارفيا. ودوكا نبارطاجي معكم الروتين اللي وليت نديرو البشره ديالي بعد الاستحمام. كل ما ندوش ندير هدايا الروتين مام واذا كيما نقولوا ماشي علتوش ولا هذا الروتين لازم خطره في الاسبوع ولا خطرتين ندير هذا الماسك وهذا المقشر اللي كنت شيتهم عندي هذا شحال وقلت لكم كي يلحق الوقت راح نهضر لكم عليهم. جربتهم شحال وانا نتستي فيهم تاع كاليدغم. هاد المره جات لوكازيون باش نهضر لكم عليهم باسكو والله العلي العظيم غير حبيتهم، ماشي اشهار ماشي والو. دائما نقول لكم ونعاودها نقولها انا كي نهضر على حاجه سواء اشهار ولا سواء بدراهمي نعطيكم رايي وبكل صراحه. كنت شيت هذا المقشر والماسك تاع ارفيا نظن الواحد ب35,000 وما نكذبش عليكم يعني البخي مقارنه مع النتيجه اللي يعطيوها للبشره حاجه بزاف هايله وحاجه بزاف واو. شوفوا اول حاجه بعد الاستحمام والبشره ديالي شغل كيما نقولوا المسامات راهم مفتوحين ندير هذاك التقشير نقشر بهذا الكوماج واحد دقيقه هكذاك وفي هكذا في حبيبات ما يجرحوش كامل البشره بالعكس ينقيو لابو تري بيان. ومن بعد نشلل ونزيد نحط الماسك نقعد به حتى ينشف وكي نكمل نشلله. شوفوا انا كي ندير المقشر ومن بعد نزيد نحط الماسك شويه يحرقني غير شويه برك. المهم قلت لكم نخليه حتى ينشف ومن بعد نشلل. هنا برك زيد وريت لكم هاد الكريمه النهاريه ماشي تاع الليل تاني من عند كاليدغم بزاف هايله. انا نحطها كي نجي حنخرج ولا نحطها في الدار في النهار. كنت راح نشري تاع الليل ومن بعد كي جبت تاع ارفيا خلاص. فوالا زينات هنا كملنا من الفقره تاع العنايه رايحين نروحوا للفقره تاع الطياب. هنا حبارطاجي معكم واحد الوصفه خبيوها رايحين تحتاجوها لرمضان. طاجين الجلبانه والقرنون على طريقتي تجي بزاف بنين. وقبل هذا رايحه نبدا كان جاب لي دجاجه لازمه ليا نقيها حبارطاجي معكم يعني كيفاش نقيها كيفاش نقطعها وتاني كيفاش نغسلها. هاد المقاطع راهم كيما نقولوا للتحفيز وفقط، كل وحده وطريقتها وكل وحده تخدم يعني الطريقه اللي تبغيها هي. هنا كيما راكم تشوفوا انا اول حاجه نديرها نحيم هذيك الدجاجه نحي لها هذوك الزوائد تاع الجناواح نحي لها تاني واش لازم يتنحى كامل شغل نقص عليا باش نشوطها. وانا نشوطها بالشاليمو اللي صراحه حاليا غبينه. لو كان يجيبها لي كنت كي نشوط على الطابونه ولا على الكوشه هاي لازم تنقي هذيك الحاله اللي تحرحر. تعرفوا الدجاجه مع الشحمه اللي فيها تبلحط كامل الحاله بصح من نهار شيت هاد الشاليمو وليت كيما نقولوا ما نعجزش عليها كامل. هنا بعد ما شوطتها رايحه نقطعها. شوفوا هو يقول لك صحيا انه الدجاجه تتشوط وتتخبى مباشره وكي تجي رايحه تستعملها تجبدها زعما من الكونجيلاتور وكي تجبدها ماشي تجبدها فوق البوطاجي ولا فوق الطابله وتخليها كيما نقولوا بدرجه الحراره تطلق روحها. يقول لك لا تجبدها من الكونجيلاتور تحطها في فريجيدار زعما من تحت وتخليها حتى تطلق. هذه هي الطريقه الصحيه. شوفوا انا ما نكذبش عليكم تاع كي نجبدها من الكونجيلاتور نحطها في فريجيدار نخليها تطلق كيما نقولوا براحتها الا اذا كنت مزروبه. وتاع اسكو نغسلها ولا ما نغسلهاش كل خطره كيفاش صراحه ما نكذبش عليكم. خطرات نغسل كامل هكذا الدجاجه نشوطها ونغسلها ونقطرها مليح ومن بعد نخبيها وخطرات مباشره كيما نقولوا نشوطها
ونخليها شغل تبرد هكذا، ونحطها في اكياس تاع التجميد وندخلها الكونجيلاتور. صافي انا نديرهم في زوج. سينو نتوما قولوا لي الطريقه الصحيحه ولا كيفاش تحتفظوا بالدجاج. هنا كما راكم تشوفوا حنشارك معكم هذه الوصفه الرمضانيه اللي راح تدعوا لي عليها، خاصه اللي ما يديروش طاجين الجلبانه والقرنون على هذه الطريقه، راح يجيكم بزاف بنين. اول حاجه بديت بها شويه زيت شويه سمنه اذا كانت عندكم ولا زبده. حطوا الدجاج اللي حبيتو وحطوه يتقلى. انا نحب كي نقلي الدجاج نقليه على نار تكون شويه قويه، ان شاء الله هكذا يدي هذيك التحميره. ومن بعد واش درت هنا في هاد لاشوار، كنت رحيت حبه بصل مع فص تاع الثوم، كنت نحيت هنا شويه غير باش راح نحطو مع لا فيونداشي. هنا كي حطيت البصل نقص ليه الغاز نخليه يدبال يذوب شغل يتقلى مع الدجاج. وهنا كنت حبه زروديه قطعتها كما راكم تشوفوا. زيد جبت الجلبانه كيف هذا كامل راني في تقليه. والقرنون انا القرنون هنا تحبوا شغل تحطوا عليه لا فيونداشي كيما تحبوا ديروه كيما درتو انا اليوم. علاش درتو هكذا باسكو الحبات تاع القرنون اللي كانوا عندي كانت عندي وحده صغيره بزاف وحده كبيره وحده متوسطه، صافي ما زاينش كيما بعضهم شابين، سي بوغ صح حبيت نقطعهم هكذا. هنا بالنسبه للتوابل حطيت الملح فلفل كحل كركم وراس الحانوت، وحطيت شويه تاع معدنوس ومرقت وغطيت على القدره وخليتها طيب على نار متوسطه. هنا بالنسبه لافيونداشي اللي كنت حندير بها لي بولات كيما تقدروا تحشيو هذاك القرنون لكم الاختيار. المهم انا هنا شويه تاع لافيونداشي شويه تاع بصل مع ثوم شويه تاع لا شابلوغ شويه تاع الملح شويه تاع معدنوس. هاكم شفتوا يعني واش حطيت، خلطتهم كامل مع بعضهم وشكلتهم كما راكم تشوفوا. بالنسبه هنا للدجاج بعد ما قطر مليح لاكاس حطيتها وحدها والزدر هذا قسمته على زوج وحطيت كل واحد في الساشي. ومن بعد حطيتهم هنا في هاد لابواط اللي حطها في الكونجيلاتور. ومن بعد مزيه في الليل تفكرت عاود رحت وقفتهم باسكو خافت هكذا يلصقوا لي في بعضهم وما نقدرش نحي وحده على وحده، عاود حطيتهم بالطول باش يجوني ساهلين. هنا كما راكم تشوفوا الزينات بعد ما طاب الطاجين ديالي وطاب الدجاج نحيته وحطيت هذوك لي بولات تاع لا فيونداشي. هنا راح نقلي هذاك الدجاج حنعطي له هكذا تحميره خفيفه ظريفه. ومن بعد رجعت القدره غطيت عليها وخليتها تعقد شويه، غطيت عليها وهي طافيه. وهنا كلمسه اخيره حطيت شويه تاع معدنوس ورايحه نقدم لكم عشايه في طبق تقديم. بالك تديو فكره كيفاش تقدموه. فوالا الزينات كان هذا هو شانا لنا اليوم. كانت هذه هي الوصفه، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها على طريقتي بتجي بزاف بنينه. انا هذا الطبق قدمته مع شويه تاع بطاطا مقليه. الطبق هذا تقدروا تعتمدوه في رمضان كيما نقولوا دوزيام بلا، كيما تقدروا تديروه دوكا باسكو سوا العشاء سوا على بالي بلي بزاف اللي راهم يصوموا الايام البيض اللي راهي تصوم هكذاك. المهم هذا هو عشانا بصحتنا وشهيتكم في الجنه حبوباتي. ودوكا وقبل ما نختم لا فيديو حبيت نشارك معكم هاد السهره الخفيفه ظريفه، سهره يوم الخميس. هاد المقاطع راح تكون للبارطاج وتاني للتحفيز ولتغيير الروتين. بالك وحده راهي كارهه مديقوتيه كي تشوف هاد المقاطع تنوض وتتحفز ودير حاجه هيدا السهره بواش راهم توفر في الدار. يا لو كان كيما نقولوا كاس اتاي ليها والزوج ديالها، يعني كيما نقولوا الجود بالموجود. هاد البوكس كان لحقني من عند لاباج ديليس دي غاف اللي حنخلي لكم لاباج ديالها هنا، وتاني راح نزيد نطيها لكم في الانستا. هاد الصفحه موالفه نتعامل من عندها موالفه نكوموندي من عندها. الحاجه اللي تعجبني فيها خدمتها تخدمها بكل حب وبكل اتقان. شوفوا فنانه في كل شيء، الله يبارك. دخلوا لاباج ديالها وشوفوا خدمتها يعني الحاجه اللي تخدمها حبتها حلوه شغل تحبي تصوري معاها تلمو شغل تخدم الحاجه بالطبع وباتقان، خدمتها طوب. المهم لاباج حنزيد نطيقها لكم في الانستا. هنا كيما راكم تشوفوا جبت هاد لا طابل دو لي اللي كنت بارطاجيتها ديجا معكم في مشترياتي، كنت شيتها ب 180 ولا 200 والله ما على بالي. نسيت العسير تلمو عندي شحال اللي شريتها. وهذه يعني كي شفتها اول مره جا في راسي نفاس سينو راني نستعملها بزاف. هايله بزاف سورتو هيداك توجدي هكذا سهره ولا كيما دوكا انا حاطه في الصالون تقدري ترفديها مباشره وتحطيها فوق السرير. حاجه هايله بزاف. ما ديري الفتات فوق السرير، ما توسخي الحاله ما والو كلش عليها.
فهمتوني البنات. اذا سبتوها ولا اذا شغل من النوع اللي يحب ياكل في الفراش ولا ما باليش انا، رايحين تصيبوها، رايحين تحتاجوها، هايله بزاف بزاف. وقبل ما نختم لا فيديو حبيبتي حبيت نقول لك يعطيك الصحه على كلش طاب كلش واو. ودونك الزينات كانت هذه هي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون خفيفه ظريفه عليكم، وان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وارواحوا عندي الانستغرام شاناز لايف ستايل. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.